السيناريوهات اللي انت قدمتيها دايما كنت بتحاولي تكشفي للمشاهد جوانب اخرى للشخصيه، واكنك بتقولي للمشاهد ابعد عن الاحكام الجاهزه. ازاي ممكن الواحد في الحقيقه يعلم نفسه ان هو ما يحكمش بسرعه على الاخرين، بالذات ان احنا عايشين في مجتمع عايش على القوالب الجاهزه؟ سؤال مهم خالص. بصي، هو جزء منه مرتبط بالتربية. انا اتربيت على كده، انه ما احكمش على الناس وافكر شوية قبل ما اخد قرار تجاه اي بني ادم بتعامل معاه. وبالتالي ده باين جدا في الكتابة وفي الشغل. بالتالي بقى في دايما فكرة انه الكاركترز اللي بحكي عنها شايفاهم من اكتر من وجهة نظر. زي الدنيا، يعني الحقيقة ان الحياة قليل قوي لما تلاقي ناس يا ابيض بس يا اسود بس. فيعني اعتقد ده اللي بطبقه في الحياه بصوره او باخرى اترجم في الكتابات، فبقى النتيجه انه دايما الكاركترز عندي مفيش كاركتر احادي، كله دايما عنده تقدري تشوفيه من اكتر من وجهه نظر او باكتر من طريقه. الكاتب لازم يكون عنده 3 صفات مهمه، وهي الفضول، الشجاعه، وانه هو يبقى عنده سيلف كومباشن، تعاطف مع نفسه ومع الاخرين. ايه الصفة الإضافية اللي لازم تكون عند كاتب السيناريو لما تكون امرأة في مجتمع شرقي جدا؟ قوه احتمال. بس في صفه رابعه لازم تكون عند كل الكتاب: المثابره. انه لازم يبقى فيه صبر و... واصرار، انه معلش ما نفعش المره دي هينفع المره الجايه. ما توفقتش في الفيلم ده، او ان انا اقدم الفيلم ده هنجح في اللي بعده. لانه لو من اول يعني من اول كعبله الواحد فقد الامل، ما كانش حد وصل لاي حاجه في الشغلانه بتاعتنا. هي عايزه اصرار. عامه السينما فيما عدا طبعا النجمات مهنه اغلب العاملين فيها رجاله، وبالتالي عشان الستات تثبت نفسها فيها بتاخد مجهود ووقت. لكن لكن وانس ان هم حطوا رجلهم، يعني ما اقدرش اقول دلوقتي ان انا مثلا حظي اقل من رجاله او مظلومه عنهم، او ما عنديش اي مظلوميات. دلوقتي لما بتيجي تكتبي سيناريو لفيلم او لمسلسل، هل بتعاني احيانا من اللي هو بيسموه الامبوستر سيندروم، وهو شعور بيجي للناس الموهوبة جدا انه في لحظة ما بيبتدوا يفقدوا يعني ثقة في موهبتهم او في خبرتهم في ان هم يقدموا حاجة جديدة؟ هل عانيتي من الشعور ده؟ اكتر من مره. يعني بيحصل طبعا، مش قادره، ما اقدرش اقول انه شعور مستمر او دائم. بس لا، بيجي لا في لحظات الواحد بيشك في قدراته، بيشك انه هل اللي انا حققته ده جه عشان انا حقيقي عندي الموهبه دي، ولا جت صدفه؟ هل جه عشان انا استحقها، ولا لانه فريق العمل مثلا التركيبه دي نجحت؟ فعشان الواحد يثبت لنفسه اولا انه لا، ده انت جزء من النجاح ده، حاجه عندك انت كفرد مش كمجموعه، بما اننا بنعمل عمل جماعي يعني. لا، بتاخد وقت. وبتطلعي من الشعور ده ازاي؟ بحاول افصل بقى، يعني بحاول اولا ساعات ارجع اتفرج على حاجات انا عارفه ان الناس حبتها، وانا عارفه ان تحديدا ده انا، ده مش المخرج، او ده مش الممثل، دي حته من ديب انسايد، ده كان انا. لانه في الاخر يعني هو السينما لانها عمل جماعي، ما حدش يقدر ينسب حاجه لنفسه لوحده. يعني في الاخر اي حاجه نجحت هي نجحت بمجهود وموهبه الفريق العمل كله. مفيش حد يقدر يقول انا عملت، مش موجوده في السينما ولا في الدراما. لكن لما الواحد بيشك في نفسه احيانا بيرجع بقى الحته، يبقى عارف انه في الحته دي انا الانبوت بتاعي كان واضح، بصمتي كانت موجوده. عشان افكر نفسي انه لا، يعني في حاجه معينه مخصوصه خليكي وراها ونميها. طب وبيجيلك احيانا الرايترز بلوك، انك تكوني فجأة مش قادرة تكملي كتابة، مش لاقية الافكار اللي المناسبة للمشروع اللي انت بتكتبيه؟ طبعا. تطلعي بقى منه ازاي؟ زمان كنت بكتئب، يعني ممكن بقى اللي هو احبس نفسي وابقى منهاره ومعيطه وحالتي حاله. دلوقتي لا، لان من كتر ما حصل ادركت انه هيحصل وهطلع منه. فبقيت خلاص، انا دلوقتي مش عارفه، هقفل الحاجه اللي بشتغل فيها وافكر في حاجات تانية. هل انت من النوع اللي بيكتب بشكل يومي ومنتظم، ولا بالعكس بتستني انه تجيلك كده الانسبيريشن او يبقى عندك المزاج الفني ان انت تكتبي؟ لا، ما اقدرش اقول ان انا بكتب بشكل يومي منتظم كروتين. بس لو مش بكتب
فانا هبقى قاعده عندي حاجات هقراها، هتفرج على حاجات، هفكر في افكار حتى لو مش هتترجم في لحظتها لحاجه مكتوبه، بس دايما مخي على طول شغال. ولما بيبقى عندك مشروع كبير يعني زي مسلسل، وانا عارفه ان انت قلتي تقريبا المسلسل ممكن ياخد 9 شهور في الكتابه وفتره طويله جدا، ايه الروتين اللي بتحطيه عشان تقدري تكتبي الشغل المطلوب منك قبل الديدلاين المطلوب منك؟ بالذات في المسلسلات بعد مهم. برضو عدة تجارب، يعني اكتشفت انه فكرة التيم، انه يبقى فيه مجموعة كتاب كلنا بنشتغل مع بعض على البروجكت افضل في طريقة الصناعة بتاعتنا. يعني انه دايما في مزنوقين وفي رمضان ومتأخرين وكده. تقدري تجودي بقى على الشغل اللي بتكتبيه ويبقى فيه. بالظبط، لما بنبقى فريق عمل بيبقى فيه مساحة انه الحاجة تتكتب مرة ويتعاد كتابتها، فبالتالي يبقى عندي وقت زي ما بتقولي للتجويد. لما ببقى لوحدي ومزنوقة قوي هجود امتى؟ انا هخلص الحلقة وهياخدوها وهيصوروها، ودي حاجة انا ما بحبش انها تحصل. احب دايما يبقى في فرصة انه اخد فيدباك من المخرج، من الفريق كله، لو حد عنده حاجة ملحوظة نعدل ونقرا وناخد مسافة من اللي مكتوب ونرجع نبص عليه تاني. يعني في بروسس كده ما احبش ان احنا نكروته.